السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ هنعمل النهاردة مع بعض صينية النجريسكو بس على طريقتي الخاصة شوية، عشان مزودة لها شوية مكونات كده لذيذة والوان كده وتكات وحركات. بصوا، ادي الفلفل الالوان وجزراية مبشورة وبصل، وادي المكرونة سباكيتي وفلفل اسمر وملح وبابريكا وتوابل مشكلة. تمام. ونجيب صدرين فرخة ونقطعها كده مكعبات. دي ورقة روزماري. شايفين جمال الالوان عاملة ازاي، وشوية جبنة موتزاريلا على جبنة رومي مبشورة. دي كل المكونات اللي هنعملها النهاردة. حلة بقى على النار كده فيها نقطة زيت، انزل بالمكرونة بتاعتنا، اسيبها بقى كده تستوي، واجيب طاسة شوية زيت على معلقتين سمنة، وانزل بيها كده بالبصلة، اشوح فيها البصلة تدبل بس كده سنة، شوية ملح وشوية فلفل اسمر على البصلة كده تخلي طعم البصلة حلو قوي. بصوا، تمام كده. هجيب بقى ورقة الروز الماري، هشوحها كده مع البصلاية عشان ريحتها تطلع كده، بتبقى ريحتها تحفة. طبعا الروز الماري ده اختياري يا جماعة، مش كل الناس بتحبها، بس انا بحبها جدا مع المكونات دي، بتدي ريحة هايلة. انزل بقى بالفلفل الالوان كله. بصوا الجمال، بصوا الالوان عاملة ازاي، حاجة كده مبهجة. بصوا جميلة، حلوة قوي كده. انزل بقى كده بالفراخ بتاعتي. صدرين فرخة يا جماعة بيعملوا كمية هايلة، بتكفي، يعني ممكن تعملي صينيتين بالمكونات دي. قلبي بقى كده كويس. بصوا احنا داخلين بقى على شم النسيم، فلازم بقى الالوان الجامدة دي، ولا ايه رأيكم؟ شوية بقى الملح والفلفل ننزلهم على المكونات بتاعتنا ونقلبها. تمام كده، كل التوابل كده حطيناها. تمام، زي الفل كده. فاضل لنا بس كده الجزرة المبشورة، يعني بنحطها كده تدي طعم، ولكن هي بتستوي بسرعة في المكونات دي، وبتبقى من اخر حاجة. وعشان ما نبقاش حرامنا نفسنا من اي لون تاني، شوية خضرة بقى كده ونطفي عليها ونسيبها على جنب كده، نركنها بقى عشان نعمل بشاميل. بصوا بقى، حلة على النار فيها معلقتين سمنة و3 معالق كده دقيق، وقلبهم كويس عشان يدوبوا كده وما يكلكعوش مننا. تمام كده كويس قوي. اجيب بقى اللبن بتاعي وانزل بيه، هقلب عشان ما فيش يحصلش اي كلكعه يا جماعه في البشاميل. نقلب كويس. تمام، ايوه زي الفل كده. شويه فلفل اسمر، ونسيبه بقى كده نقلبه عشان يتقل. خلاص كده حلو. اول ما يتقل بقى خلاص كده بقى كده تمام زي الفل. حته جبنه موتزاريلا كده نرميها في البشاميل، بتخلي البشاميل كده يشد معاك كده كده وانتي بتحطيه، بيبقى لذيذ جدا. نقلبه كده فيها. بصوا، تمام كده جميل جدا، وظبط وسمكه كده حلو زي الفل. ايوه خلاص كده استوى وبقى تمام. في حته بس كده مكلكعه من الجبنه هتفك دلوقتي عشان كان عندي في الفريزر. بس كده جميل. نجيب بقى الصينيه بتاعتنا. ايوه، صينيه البايركس كده او اي صينيه طبعا. ندهن كده ارضيتها كده بالبشاميل، وانزل بقى بالمكرونه بتاعتي اللي انا سلقتها. اسباجيتي، شرايح، اقلام، اي مكرونه عندك، ما توقفيش نفسك على حاجه.
كله شغال وزي الفل. تمام كده. اجيب بقى بس رشة بشاميل كده عشان تمسك نفسها، وانزل بقى بالمكونات بتاعتي الفظيعة دي ذات الالوان المبهجة. ايوه، املى بيها كده الصينية فوق المكرونة. شايفين الجمال؟ فظيعة بجد، فظيعة اخر حاجة. اقلبها فيها يا جماعة عشان كلها تاخد طعم واحد، وتبقى كلها كده فيها كل المكونات، مش حتة وحتة. وعشان تبقى خفيفة، انا مش هعملها رقات زي المكرونة البشاميل الفرن العادية، لا دي مختلفة شوية وبتبقى خفيفة كده وطعمها تحفة. رشة جبنة كده على المكرونة والمكونات دي. تمام. اجيب بقى البشاميل بتاعي وانزل اعمل طبقة كده ايه على وش المكرونة. شايفين؟ ايوه، حلوة قوي كده. تمام. نغطيها كلها عشان مش عايزينها تنشف من فوق، تبقى بشاميل مغطيها بالظبط. حلو قوي كده. رشة جبنة بقى، جبنة الرومي على جبنة موتزاريلا كده، خليط كده من الجبن، بتبقى تحفة. اصلا المكرونة يا جماعة بتحط عليها جبنة بتبقى فظيعة. بصوا، حلو قوي كده. نجيب بقى الفلفل الاسمر نرش رشة، هي زادت شوية معلش. نحطها بقى في الفرن. طلعت اهي من الفرن، شكلها تحفة وريحتها تجنن، وهتعجبكم قوي ان شاء الله. حتة بقى كده في الطبق. بصوا بصوا الجمال. قطعت حتة، نشوفها بقى كده. تحفة بجد والله، تحفة، تعجبكم جدا. يا رب تعجبكم الوصفة. ولو عجبتكم الوصفة اعملوا لي اشتراك للقناة ولايك. وشكرا ليكم. بصوا الجمال، بجد هتعجبكم ان شاء الله. خفيفة جدا، ما فيهاش اي دسامة خالص. بصوا بالخضرة والمكونات تحفة. سلام عليكم.